بما ان اخواتنا وصلوا ال100 عملنا فزوره باللغه العربيه وجايزتها عيديه. هات بسرعه ورقه ب100 ورقه ب100 ولو عايز الفزوره هتلاقيها في اخر الحلقه دي. شايفك اوعى تروح لاخر الحلقه من غير ما تسمعها. اقوى اداه لانتاج صور بالذكاء الاصطناعي بلا حدود للموبايل مجانا 100% من خلال المتصفح ومن غير ما تثبت اي برامج عندك على الموبايل. هيغنيك عن ميدجورني او اي موقع للذكاء الاصطناعي. تابع معايا الشرح، ولكن قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. الفيديو ده بناء على طلب اخ لينا في القناه، ولو انت عندك اي طلب بس كل اللي عليك هتكتب لنا تعليق في اي فيديو عندنا على القناه وهنكون سعداء بتنفيذ طلب حضراتكم. السلام عليكم، معكم طارق جاد، وزي ما سمعت كده في مقدمه الفيديو النهارده جايب لك اداه خطيره جدا لانشاء صور بالذكاء الاصطناعي بلا حدود مجانا 100% باستخدام الموبايل وبدون تثبيت اي برامج من خلال المتصفح بتاعك بس. كل اللي عليك هتركز معايا في الشرح، ولو انت حابب تحمل الاداة دي على الكمبيوتر او اللابتوب بتاعك كل اللي عليك هتدخل الفيديو اللي هسيبه لك على الشرح ده، هيعلمك ازاي تثبت الاداة عندك على الكمبيوتر او تشغلها من خلال متصفح الكمبيوتر لو انت مش عايز تثبتها. وكمان لو حابب تستخرج وصف اي صورة بالذكاء الاصطناعي عجبتك كل اللي عليك انك هتدخل برضو على الفيديو اللي هسيبه لك على الشرح ده، هيعلمك ازاي تجيب وصف اي صورة بالذكاء الاصطناعي. جايب لك اقوى موقعين ممكن يجيبوا لك الوصف الكامل لاي صورة انت حابب تجيب الوصف بتاعها من خلال الرابط اللي هسيبه لك اسفل الفيديو في الوصف. هيدخلك على رابط التدوين الخاص بموضوعنا النهارده. كل اللي عليك هتنزل لاخر التدوين خالص وهتدور على رابط الاداه اللي معانا النهارده، وبمجرد ما تضغط على الرابط بيوجهك مباشره لسيرفرات جوجل كولاب. وللي ما يعرفش سيرفرات جوجل دي كمبيوترات مخصصه من جوجل للمطورين ولعامه الناس يقدروا يستخدموها ويشغلوا عليها ادوات الذكاء الاصطناعي التقيله اللي بتحتاج اجهزه قويه جدا. كل اللي عليك بمجرد ما بتدخل للموقع بيظهر معاك بالشكل اللي انت شايفه ده. في اعلى يمين الشاشه هتلاقي عندك كلمه كونكت تي 4 وجنبها سهم للاسفل كده هتضغط عليه هيظهر لك عده اختيارات. هتختار تاني اختيار في الاعدادات، هتختار تاني اختيار اللي هو تشينج تايم ران تايب، وتتاكد من ان الاختيارات المحدده في اول خانه بايثون 3 وفي الخانه الثانيه اللي هي خانه الهاردوير هتتاكد ان هي تي 4 جي بي يو. بعد كده هتضغط سيف، وكل اللي عليك في اعلى اليسار هتلاقي دايره وفي وسطها كده سهم هتضغط عليه علشان يبدا يثبت الاداه على كمبيوتر او سيرفرات جوجل. ولو ظهرت معاك اي مشكله في تثبيت الاداء او ظهر اي رساله بالخط الاحمر مش مشكله، خليه يكمل تثبيت زي ما هو ومش هيحصل معاك اي مشاكل في تشغيل الاداء باذن الله. وبمجرد الانتهاء من تثبيت ملفات الاداء هيظهر معاك رابط بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده اخره كلمه لايف. وبمجرد ما بتضغط على الرابط ده هيفتح معاك الاداه في واجهه جديده. معلومه مهمه جدا، ما ترجعش ابدا للصفحه بتاعت سيرفرات جوجل وتقفلها، لان دي الصفحه الاساسيه اللي شغال من خلالها الصفحه الثانيه اللي فيها الاداه. بمجرد ما بتفتح معاك الاداه هتظهر معاك بالشكل اللي انت شايفه ده. في الخانه الاولى والرئيسيه الكبيره دي اللي هيظهر فيها النتائج اللي انت عايزها من خلال الوصف اللي هتكتبه في الخانه الثانيه الصغيره اللي تحتها دي. وبمجرد ما بتكتب الوصف في الخانه الثانيه هتضغط على كلمه جنريت اللي هي على يمينك في الاسفل دي، وبكده هيبدا ينشئ معاك الصور. لكن لو احنا انشأنا صور بسرعه كده هينشئ لنا صورتين بس. وهنا في ميزه مهمه جدا انك مش محتاج تكتب وصف كبير وشامل وصافي ووافي علشان تقدر تطلع صوره بالدقه اللي انت عايزها.
الأداة موفرة لك فلاتر كتيرة جاهزة جدا للوجوهات والاستيكرات والبوسترات والانيميشن، كل انواع الافكتات اللي انت حابب تنفذها على الصور اللي انت عايز تستخرجها معظمها هتلاقيها هنا. بمجرد ما انت تضغط على ادفانتد اللي هي الاعدادات المتقدمة بتاعت الأداة، هيظهر معاك 4 خانات. في الخانة الأولى وهي خانة السيتنج، دي الإعدادات الأساسية لاستخراج الصورة. هتلاقي عندك في الخانة الأولى في السيتنج 3 اختيارات، دول للكواليتي بتاع الصورة. هتلاقي عندك سبيد، ده هيستخرج لك صور بسرعة لكن من جودتها هتبقى معقولة يعني. لكن لو انت عايز صور بدقة عالية هتختار تاني اختيار طبعا اللي هو كواليتي. ولو انت عايز حاجة سرعة مضاعفة بقى أسرع جدا هتختار اكستريم سبيد. تاني اختيار عندك، ودي ميزة اعتقد ان هي مش موجودة في اي برنامج تاني وبالذات ميدجورني. ميدجورني بيديك مقاسات صورة موحدة، لكن هنا في الخانة التانية تقدر تختار مقاس الصورة اللي انت تستخرجها زي ما انت حابب. وفي الخانة التالتة اللي معانا هتلاقي عندك الايمج نمبر. الايمج نمبر دي اللي هي عدد الصور او النتائج اللي هو هيستخرجها لك. الميزة دي خطيرة جدا، انك تقدر تطلع لحد 32 نتيجة في المرة الواحدة. وفي الخانة الأخيرة اللي معانا النيجاتيف برومبت، ودي اللي بتحط فيها كل الحاجات أو التفاصيل اللي أنت مش حابب إنها تظهر في الصورة النهائية. ودي برضو بجدها ميزة جميلة جدا ومهمة ومفيدة جدا هتحتاجها. بعد ما خلصنا الخانة الأولى هندخل دلوقتي على الخانة التانية اللي هي ستايل. والخانة دي زي ما قلت لك كده وأنا بشرح لك في بداية الأداة، الخانة دي هتغنيك عن كتابة الوصف المفصل للصورة اللي انت حابب تستخرجها. هنا هتلاقي أكتر من 200 ستايل مختلف، يعني فلاتر كل اللي انت بتحلم بيه أو بتتمناه ممكن تلاقيه هنا عادي. هندخل دلوقتي على الخانة الثالثة اللي هي الموديل. وفي خانة الموديل دي انت مش هتحتاجها نهائيا على الموبايل او ان انت تستخدم المتصفح، دي محتاجة حد يكون مثبت الأداة عنده على الكمبيوتر، لأن دي بتستخدم فيها موديلات انت عاملها جاهزة علشان تقدر تطلع صور ثابتة للشخصية. ولو انت حابب تطلع صور ثابتة للشخصية من غير ما يكون عندك خانة الموديل دي شغالة او تقدر تستخدمها، برضو ان شاء الله اشترك عندنا في القناة وهنشرحها لك في فيديو جاي مفصل، لان دي محتاجة شرح طويل شوية. وفي الاختيار الرابع والاخير معانا في الاعدادات اللي هي ادفانسد، دي بتعدل فيها في حدة الصورة والتفاصيل والكلام ده، يعني مش هتحتاجها قوي ومش هنتطرق ليها احنا في الفيديو اصلا. وفي الاعلى كده بجانب خانة الادفانتد هتلاقي عندك خانة انبوت ايمج، دي الخانة المسؤولة عن ثبات الشخصية اللي انا هشرحها لك في فيديو مفصل لوحده، فبرضه مش هنتطرق ليها في الفيديو ده. هنرجع كده على خانة الستايل وهنبدأ نختار اي ستايل من الاستايلات الموجودة. هنلاقي مثلا في عندك ستايل زي الانيميشن بتاع لعبة فورتنايت، لعبة مشهورة جدا وكلنا عارفينها. الله أكبر عليك! إيه الحلاوة دي؟ سوف نقوم بسرد تلك الفزورة باللغة العربية لكي يفهمها أنا وإنت وهي. لنفترض أن هناك مبنى مكون من طابقين وله سلم وحيد فقط للوصول للطابق الثاني، وفي الطابق الثاني يوجد غرفة وحيدة فقط، وليس هناك وسيلة لدخول تلك الغرفة إلا عن طريق صعود ذلك السلم
والدخول عبر المنفذ الوحيد إلى هذه الغرفة، ألا وهو الباب الموجود أمام السلم. وفي تلك الغرفة يوجد صندوق وحيد، وفوق ذلك الصندوق لمبة وحيدة متصلة بالكهرباء ولكنها مغلقة. ولتشغيل هذه اللمبة يجب عليك ضغط أحد أزرار ثلاثة موجودة خارج المبنى بجوار السلم في الطابق الأرضي. والفزورة تقول: كيف يمكنك معرفة الزر المسؤول عن تشغيل تلك اللمبة، مع العلم أن صعود السلم يكون لمرة واحدة فقط، ولا يمكنك النزول أو الصعود مرة أخرى لرؤية اللمبة. وعلشان تشترك في المسابقة كل اللي عليك هتنفذ 3 خطوات ملهمش رابع. الخطوة الأولى هتكتب إجابة الفزورة دي أسفل الفيديو، وفي الخطوة التانية هتعمل لايك للفيديو، وفي الخطوة التالتة هتشير الفيديو لأي حد من أصحابك أو على صفحتك على الفيسبوك. آخر حاجة قبل ما نقفل الفيديو، نتيجة المسابقة هتظهر قبل العيد بيومين، هننشرها في فيديو عندنا على القناة على اليوتيوب. ما تنساش تتابعنا علشان توصلك النتيجة أول ما تنزل.